طب انت ما عملتليش متابعة ليه؟ مش انت قصدك ان انت مش أسامة منير؟ عارفاني يا رانيا همسات؟ لا، أستاذ توني. انا اسفة ايوه. قوي، بس انا بس برحب بالناس كلكم، منورين الدنيا كلها، منورين الدنيا كلها يا جماعة. اللي اشتركوا معانا بقى في الكلام في الأستاذ توني يخلص. لوليتا حبيبتي اطلعي، ولا انا والله مش هنجيبها بنتعرف، عامل لي متابعة. معلش أستاذ ليكي هو السالك كأستاذ مش كأستاذ منير. طيب ماشي. اتفضل يا أستاذ توني. فاذا احنا دلوقتي ما لا نقدر. ثانية واحدة. أسامة من أيام برنامج لايف. لا اطلع. ثانية واحدة. ده صديق قديم ده. بصدق لاقيهم دول. طب ابعت لي واطلع جست. وبصدق الناس دي غالية جدا على قلبي. انت اكونتك خاص، ابعت جست. معلش حقك عليا، معلش يا توني. مساء الخير. ألف معلش مبروك. قطعتكم يا جماعة. لا معلش اتفضل. ازيك طب يا رانيا، عاملة ايه هخلي. الأخبار؟ لا يا بنتي، ما احنا اتقابلنا من أسبوعين على اللايف بتاعك وعملت لي فولو من الحساب الرئيسي بتاعك، فاكرة؟ بأمارة الستارة الخضراء اللي وراكي. لما قلت لي الستاره الخضراء دي ما اتغيرتش من ساعه البرنامج اه. القديم. ايوه. وحياة ربنا غيرتها 60 مره. وما بس نفس كانتش خضراء اللون. على فكره. نفس اللون. لا ما كانتش. طب ما هي خضرا برضه، انا بحب الاخضر. انا بس دي في عارف. مكان تاني، في بيت تاني. يعني عارف، بس انا ما كانتش خضرا ايام البرنامج كانت الاولاني. كانت بترولي، كانت بترولي. كانت بترولي صح. لا الستاره التانيه بني، اللي هناك بني. كانت خضرا صح، اللي هي ايوه، ايوه. بتاعت. ايوه ايوه. منور الدنيا. طب الله خليك يخليك يا معايا. رانيا. استاذ توني ممكن تشارك في الموضوع ده لانه مهم جدا حاضر، اخد حاضر، رأيه. اتفضلي. تسلم يا دكتور اتفضل. أحمد، شكرا يا دكتور أحمد. اتفضل يا استاذ توني. زي ما احنا كنا بنتكلم بنقول ان احنا ده الموضوع تعليم فقط وليس تربية. بس احنا للأسف بناخد الموضوع من على الوش. يعني احنا كلنا عمالين نتكلم في النقاط، هي كويسة ولكن نقاط هامشية. ليه؟ اولا المشكلة ليست مشكلة المدرس، وليست مشكلة الإدارة، وليست مشكلة الأخصائي الاجتماعي، وليست كل هذه المشاكل. بالعكس احنا بنعلق شماعة خطأ ناس على ناس تانية. ولكن الحقيقة اللي انت عايز تتكلم عليها، ويمكن كان في استاذ او دكتور احمد كان بيقول، وانا كنت معترض على جملة ان الاب والام ما لهمش دعوة. اذا ما كانش الاب والام ليهم دعوة بالتربية، امال مين اللي ممكن يكون ليه علاقة بالتربية؟ لا. هو المشكلة عندنا الحقيقية في نقطتين اتنين. لا هو قال النقطة ان الدعوة هما الاساس. ده هو اه قال ان البيت هو الاساس، دكتور احمد كان بيقول كده. النقطة اللي أنا عايز أقولها بس، أو ممكن أكون أنا بقى يمكن دخلت وسمعت بالعكس، يعني فلو سمعت بالعكس سوري. النقطتين اللي أنا عايز أقولهم حاجة، إنه إحنا مش واخدين بالنا. إنه بس ده بقى يعني مرتبط بعلم النفس شوية. إحنا عندنا مشكلة إنه في جيل طلع، اللي هو جيل نص مش كل طبعا، نص أواخر الثمانينات والتسعينات، أوائل التسعينات، اللي هم عندهم أولاد دلوقتي في المدارس. للأسف الشديد الجيل ده يعني ما كانتش طريقة تربيته أو التكنولوجيا المحيطة بيه ما خلتوش يربي الجيل بنفس التربية اللي الجيل ما قبله اتربي بيها. احنا بس بنداري على حاجة مهمة جدا. إن كنت عايز تشوف سلوك المجتمع شكله عامل ازاي، بص على فنه. صح. يعني لان حضرتك النهاردة البنت اللي كانت بتتخانق، لو احنا بقى ركزنا شوية هنكتشف ان طريقة الضرب بتاعت البنت للبنت التانية منقولة نقلة بالنص من مسلسل ومن فيلم اتفرجنا عليه، وهو ناس بتتخانق مع بعضها وناس بتضرب بعضها. اذا كنا بنسأل عن التربية فيجب ان احنا نسأل احنا بنسمع ولادنا ايه السموم اللي احنا بنملاها لهم. بنسمعهم اغاني البلطجة وقلة الادب والسفالة، ويا اللي انت امك مش عارف ايه انا ما اعرفش إيه، ابعتها له. دي خناقة مش اغنية. وش دي خناقة. دي انتوا تروحوا تتخانقوا بيها في الاسم، ولا تروحوا تتخانقوا بيها في اي حتة. لكن ما تغنوهاش وتسمعوا اطفال هنسأل قدام ربنا عنهم اتربوا ازاي. هنسأل قدام ربنا الناس دي بتسمع ايه، الجيل ده اتربى على ايه. ايه الاغاني اللي بيسمعها؟ بيسمع اغاني البلطجة، بيدخل للسينما يتفرج على افلام كلها ضرب وكلها عنف وكلها خناق، ولا تنتمي لبجنيه حاجة تربي جيل.
لا تنتمي غير انها تعلم الجيل قلة الادب والخناق والبلطجة. هو احنا بس بنتكلم على المدارس. طب بالنسبة للجريمة اللي حصلت من كام يوم، اللي الراجل دخل على جاره ده قطع دماغه ومشي بيها في الشارع، هو الكلام ده، هو مين عنده قلب يعمل كده؟ هي الناس دي بقت تعمل كده امتى وازاي وليه؟ بدأوا يعملوا كده لما بقوا يتفرجوا ان ده مباح على التلفزيون وعلى السينما، اللي هيعدي الخط ده هيموت. لا هقطعك. هو اصلا اللي عمل كده دماغه كلها ده واخد مخدرات، ده مش في وعي. اتس البتاع اوكي. الجديد اللي طالع ده. وانا اوكي. كده انت شجعتني ان لا احنا هنبقى لينا لايف مع بعض بما انك في الميديا زي حالتي، وان احنا نتكلم هل احنا موافقين ان الافلام والمسلسلات والكلام ده كله يبقى بيعكس المجتمع فعلا زي ما هو دور الفن ان هو يعكس المجتمع. بصي يا خلاص استاذه، خلاص هقول لك حاجه. الجيل هقول لك كله حاجه بيسمع. هقول لك حاجه مهمه جدا ليها علاقه بالموضوع ده، فكره العكس من عدمه. هو الفن بيعكس مرايه المجتمع صحيح، لكن المشكله مش في الفن، المشكله ان انت بتتعامل مع جمهور ليه ثقافه. لازم تعرف ان ثقافه كل بلد وكل مكان تختلف عن التانيه. بمعنى او بمثل بسيط وسريع جدا، حضرتك النهارده لما هوليوود بتعمل افلام بتقدمها للسينما، الجمهور الاوروبي، مش هنقول الجمهور الامريكي، الجمهور الاوروبي عنده وعي، بمعنى كلمة اني اعرف الفرق ما بين الصح والغلط. يعني انا اتفرج على عمل فني اعرف الكويس منه اخده ليا مثل احتذي بيه واتعامل معاه، والوحش اسيبه. دي ثقافة. لكن الشعب العربي والشعب المصري مع الألم والأسف ما عندوش تمييز بين الكويس والوحش. هو بيتفرج على البطل خير أو شرير أنا هقلده. فبالتالي لما بشوف البطل الشرير يبقى هي دي الشبحنة، يبقى أنا لازم أبقى كده، يبقى الناس كلها بقت في الشارع ماشية بتعمل كده. لكن بره احنا بنعكس العيوب اللي موجودة في المجتمع للتصليح منها، لكن هنا احنا بنعكس عيوب بتزيد علينا. طيب احنا عايزين ده لازم نناقشه. انا عايزه اخد راي استاذ السالك او استاذ اسامه، وبعد كده احنا عايزين نناقش ده وحتى ناخد اراء الناس كلها. انتوا عايزين ان مرايه الفن بيعكس مرايه المجتمع زي ما بيقولوا حتى بالسلبيات، ولا نعمل زي بعض البلدان ان احنا يعني نعرض احسن ما في المجتمع، ولا ده كده هنبقى بنحط دماغنا في الطين زي ما بيقولوا وكده مش هنصلح من انفسنا والكلام ده لا يعني. لا، هو الصح لا ده ولا ده. انا اسف لقطعك، الصح لا ده ولا ده، الصح ان انت تزيد من وعيك ثم تقدم الاتنين. خلاص خليني ارجع لك تاني بعد استاذ اسامه وفكر لي، بس هقول لك حاجه وهات لي اجابه ليها. فيلم اللي هو بتاع لا اقفل فيلم العشوائيات بتاع خالد يوسف اللي هو كان منطقه كلها عشوائيات وكذا. لولا ما كانش طلع كل الحاجات اللي جنب المبنى، ما تردش عليا دلوقتي، مبنى الاذاعه والتلفزيون، الابراج الضخمه الحلوه الجميله دي. فهو يمكن لما عكس البشاعه بتاعه المجتمع يمكن الواقع كان أبشع، خلي بالك. بعدها راحوا هادين العشش دي وطلعت مكانها أبراج. فعايزين نناقشها بشكل أوقع ونقول بقى هل كده أحسن ولا ده بنسبة أكبر بيأذي ولادنا وبيأذي كل الجيل اللي طالع. أستاذ أسامة اتفضل. مساء الخير الأول عليكم. مساء الفل. الموضوع بس العنف في المدارس ولا الفن هو مراية المجتمع لا ولا لا؟ الفن مراية دي أنا هعمل لايف ماشي. مخصوص. بس انا بناقش العنف في المدارس مسؤوليه مين بين المراهقين والاطفال بينهم وبين بعضهم، مش ما بين مدرس وطالب، لا بين ودور. هل هو ده مسؤوليه المدرسه ولا البيت ولا الاتنين مع بعض؟ لا، في الدور الأول مم. أنا بحط اللوم على البيت. اه ليه؟ لأن الطفل بره البيت هو مراية للتربية اللي بيشوفها جوه البيت، سواء في مدرسة، سواء بيخرج، سواء عند قرايبه أو في أي زيارة، هو مراية للتربية اللي شايفها جوه البيت. مم. المشكلة كلها إن إحنا لو حطينا فصل فيه 30 طفل، مم. 28 واحد متربي واتنين مش متربيين،
فالكانسر دوت او الورم هيتوغل في وسط الولاد. فهي الفكرة لازم معظم الاسر او اغلبية الاسر تهتم بنقطة التربية. اولا بيبقى علاقات الاولاد مع بعض في البيت. هو فين الفصل ايه، اللي فيه 28 واحد؟ انا 2 بضرب واحد لك مثال، انا بضرب مين لك ال مثال. 28؟ بص انا بضرب لك مثال. لا مش متربية. ايه، بقى في نسبة كبيرة قوي مش متربية. انا بضرب مثال، انا الكلام ده كله بصي مثال. تاني حاجة، اولياء الامور مش عشان انت مدخل ابنك مدرسة وبتدفع له مصاريف قد كده يبقى انت كده دورك انتهى. لا، انت دورك ان انت تقعد تشوف ولادك المواد اللي بياخدوها ايه، وتقعد جنبهم وهم بيعملوا الواجب وهم بيذاكروا. ولما تجيب له سمارت فون وتسمح له انه يدخل على النت، ابنك لما يدخل بالليل ينام، من واجبك ان انت تمسك الموبايل بتاعه وتشوف الهيستوري، هو دخل اتفرج على ايه، بيتابع ايه، بيكلم ايه. اه، في حرية شخصية وكل حاجة، بس هم في سن احنا اوصياء عليهم، لازم نشوف الحاجات دي كلها. مين بقى بيعمل الكلام ده؟ 5%، 10% من اولياء الامور. واللي بيعمل مرة هل بيواظب ان هو يعمل الموضوع ده؟ قاطع حضرتك وكمل. ودلوقتي طالع موضة التربية الحديثة انك انت تتدخلش في خصوصيات ابنك او بنتك، فما لو سمحت ما تمسكش تليفوناتهم. التربية لا، ما بصي انا اتبع التربية الحديثة لما انا عامل الاساس من اوله صح. لكن ما جيش انا مش عامل الاساس من الاول صح. صوتك مش موجود خالص يا رانيا. علشان لازم اما انا اتكلم حضرتك تعمل ميوت عشان الصوت بتاعي يبقى مسموع. انا اوكي، هعمل ميوت. هلا 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 يا فادي، اخبارك ايه؟ طيب. منور. فهي الفكرة وحشني. كلها اولياء بقالك الامور لازم فترة.